السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية لكم بفكرة كده وتحدي، يا ريت نبدأه مع بعض. خلاص فاضل أقل من 3 شهور والسنة تخلص، عايزين نستقبل السنة الجديدة واحنا نازلين في الوزن حبة حلوين. هنبتديها كده مرحلة مرحلة، بتحدي في تحدي، حاجات بسيطة جدا توصلنا في الآخر ان احنا نزلنا حبة حلوين ان شاء الله على آخر السنة. التحدي الأولاني هنبتديه من دلوقتي لمدة أسبوعين. التحدي هيبقى بسيط وسهل جدا، شوية تعليمات بس هنلتزم بيها، وبجد هتفرق معانا جامد في الأول وهتدخلنا في مود الدايت، وهي لمدة أسبوعين بس مش أكتر. كام خطوة كده هنمشي عليها وهنلاقيها فرقت معانا كتير قوي. هنبدأ أول خطوة الصيام المتقطع من أحسن الحاجات الهايلة. طبعا الصيام المتقطع كلنا عارفينه، بس هو اصح حاجة ان احنا نبدأ لو في السيدات من 14 ساعة مينيموم، يعني ال 15 او 16 ساعة ما يزيدش عن كده، وفي الرجال من 16 ساعة. طبعا بيفرق جامد، وياريت يبقى من ميعاد بدري شوية، ونبدأ الاكل بدري برضو، يعني ال 16 ساعة الصيام يبقوا فترة الليل. تاني حاجة ان احنا هناكل طبيعي جدا زي ما بناكل، مش هنبدأ لسه دايت ولا اي حاجة، بس نحاول نبعد شوية عن الاكل الخاطئ. يعني زي ايه؟ زي مثلا ان احنا نستبدل الاكل المقلي بان احنا نعمله مشوي، او مثلا فراخ البانيه هنشوحها في حتة زبدة بسيطة. نبدأ نخلي اكلنا هيلسي شوية، بس هناكل زي ما بناكل بالظبط من اكل البيت العادي جدا، بس هنستبدل حاجات بحاجات. الرز مثلا نبدأ نتعود عليه ان احنا ناكله بالطريقة اللي هي الرز المسلوق. نحاول ان احنا في النص نكتر مشاريب سخنة، ده بيسد النفس شوية، وبيساعد برضو على الحرق، وبيخليني مش مركز قوي في فكرة ان انا جعان او عايز اكل. على قد ما اقدر احاول ان انا اشرب مشروبات صحية. في التحدي في المرحلة الاولى، يعني اللي بيحب يعمل رياضة يعملها، اللي مش بيعمل خلاص مش دي القضية في التحدي الاول. بس نحاول ان احنا نشغل نفسنا على قدر الامكان، يعني نحاول ان احنا ما نلجأش للاكل العاطفي، اللي هو انا فاضي، انا مش بعمل حاجة فافكر هاكل ايه، انا زعلان، انا زهقان، افكر هاكل ايه. على قد ما اقدر احاول اشغل نفسي باي حاجة انا بحبها، واحط في دماغي انا بعمل لايف ستايل، وببتديه بمرحلة سهلة وبسيطة جدا مش معقدة. انا باكل كويس جدا، انا مش مغير اي حاجة في عاداتي غير عادات بسيطة قوي، ولا هتقدم ولا هتأخر معايا. اشغال الوقت على فكرة بيقضي وقت طويل، بيخليني ما احسش اصلا ان انا جعان، يخليني ما احسش ان انا مفتقد حاجة، بيحسسني بالسعادة والانشغال، مفيش ملل، فمش هلجأ لان انا اسد مللي بان انا اكل اي حاجة. طبعا يا ريت على قد ما اقدر ان انا احاول ابعد عن السكريات، لو انا متعود عليها او كنت باكلها بشراهة احاول اقللها تدريجي لحد ما اوصل ان انا ما باكلهاش خالص. اللي مش بيتعود عليها قوي او مش بيحب السكريات قوي، فيا ريت ان هو في اول اسبوعين يمنع السكريات تماما. نمنع السكر في المشاريب، على فكرة هتحسوا بفرق بعد كام يوم، وهتحسوا ان انتوا اتعودتوا على طعم المشروب من غير سكر خالص، حتى لو شاي حتى لو قهوة، مش هتحسوا ان انتوا متضايقين ابدا، بالعكس هتلاقوا نفسكم اتعودتوا على طعمها كده. اشغل نفسي بهواية بحبها زي ما قلت، اعمل اي حاجة تشغل بالي. احاول ان انا ادخل في اكلي سلطات كتير، مشاريب كتير، اشرب لبن، ارجع اشرب لبن، اكل الحاجات اللي هي بتعوض جسمي عن الاحتياج لان انا اكل اي حاجة قدامي وخلاص. كل ده حاجات مفيدة ليا، وهتخليني ان انا اول اسبوعين دول ما احسش ان انا عملت اي حاجة مختلفة، انا عايش حياتي عادي طبيعية عادي. لو بشتغل، لو ما بشتغلش، لو قاعد في البيت، لو اي حاجة، انا بقضي حياتي عادي من غير ما تتأثر، بس صدقوني هتفرق في نزول الوزن. هستنى كومنتاتكم تقولوا لي عملتوا ايه، ومستنية اعرف برضو النتيجة بعد ما الاسبوعين يخلصوا، ونشوف التحدي اللي بعده هيبقى عامل ازاي.